أهلا 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 منورة معانا. النهاردة هنتكلم على السؤال اللي ب1,000,000 اللي بيتسأل لي كتير قوي، وهو أنا دخلت competition مسابقة أعمل إيه؟ يلا بينا نبتدي. هاي، أنا اسمي سارة القاهري، وأنا بساعدك إن أنت تكبري البيزنس بتاعك وتزودي المبيعات بتاعتك يوزنج السوشيال ميديا. هتلاقيني موجودة في كل حتة، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، زي ما انت شايفة في كل حتة، فهتلاقيني موجودة في كل حتة. وايه تاني؟ بس وبساعدك كتير قوي، فيلا بينا نبتدي. الكومبيتيشنز ديت هي أكتر حاجة ناس كتيرة جدا 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 بتشترك فيها بأشكالها وأنواعها المختلفة. ما هي المسابقات؟ المسابقات هي ان انت تشتركي في كومبيتيشن، ان انت تعملي فولو او ان انت تعملي جيف اواي، والجيف اواي ديت هتجيب لك فولورز كتيره قوي. فور اكزامبل مثلا هتلاقي انفلونسر مشهوره بعتلك مسج: هاي يا فلانه، انا عامله عندي كومبيتيشن حلو قوي، تقدري ان انت تدفعي مثلا $500 $1,000 however الاماونت ايه، وهيجيلك X number of followers. فاحنا عاملين مسابقة ان الناس تخش تعمل لك انتي فولو وتعمل فولو ل50 اكاونت غيرك، وهنختار 5 من الناس دي هتاخد ايفون 15 الجديد. فطبعا انتي تقولي الله دي فكرة خطيرة، يلا بينا، وتشتركي معاها. وبعدها تلاقي ان انتي كل الناس اللي دخلت عندك على الصفحة دي ولا بتتفاعل معاكي، الريتش بتاعك وقع وكل حاجة ماتت. فده ببساطة هو الكومبيتيشن. ليها طبعا أشكال وأنواع مختلفة، بس in a nutshell دوت كده اللي بيحصل. فأنا النهاردة هتكلم معاكي ليه ما ينفعش تشتركي في كومبيتيشن زي دي، ولو انت اشتركتي في حاجة زي كده ازاي بقى نبتدي ان احنا نلحق الموقف ونتصرف ازاي. طيب، حاجة لازم نبقى عارفينها ان الناس لما بيخشوا يكلموكي ويقولوا لك على موضوع المسابقات دي مش بتبقى اكاونت صغيرة. يعني اكاونت زي مثلا كيم كارداشيان بتعمل كومبيتيشنز كبيرة، وبتدي الناس اللي بيفوزوا شنط لوي فيتون. فاحنا لما بنتكلم على موضوع الكومبيتيشنز هي مش بتبقى حاجة تحت السلم زي ما بيقولوا، هي حاجة very common ومتعارف عليها جدا في الاندستري بتاعتنا للأسف. فاحنا لما بنيجي نقول احنا مش عايزين احنا نخش مسابقة، بنوصل احنا مش عايزين نخش مسابقة مع كل الناس، مش بس اكاونتس معينة او انفلونسرز معينين. ليه لما تيجي بتخشي مسابقة دوت بيدور الاكاونت بتاعك؟ اول حاجة ان انت بيجيلك ناس مش من الفئة المستهدفة بتاعتك. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايزة اعمل فولو ل20 اكاونت عشان عايزة افوز بموبايل جديد، فانا هخش هعمل لك فولو انتي و50 اكاونت. ممكن اعمل انا فولو لاكاونت ازاي تاخد بالك من دقنك، ازاي تلبس الجزمه اللي مش عارف ايه على السوت وانت كبانكر جامد نازل الشغل، وانا بنت ام نوت انترستد في الحاجات دي، بس انا هعمل فولو عشان انا عايزه افوز بالموبايل ده. فبعد كده بعد لما الكومبيتيشن تخلص انا ايذر هعمل ان فولو للاكاونتس دي او هنسى ان انا عملت لها فولو ومش هركز معاها تاني ابدا. وكل ما يطلع لي كونتنت لواحده من البيجز اللي انا عملت لها فولو قبل كده، يا اما هعمل ان فولو يا اما هقلب. فاللي بيحصل معايا ايه؟ اللي بيحصل ان انا كده بفهم الالجوريثم بتاع انستجرام ان انا الفولورز بتوعي مش عاجبهم المحتوى بتاعي، فانستجرام هيبطل يطلع المحتوى بتاعي للفولورز بتوعي، فهيموت لي الريتش كومبليتلي. غير كده كمان ان دوت كمان هيخلي ان المبيعات بتاعتي بتقف. ليه؟ عشان انا هكون المحتوى بتاعي بيطلع لناس معينة هي اللي بتخش تكلمني تشتري مني. اول ما هبتدي ان انا اخش في مسابقه وهيجي لي عدد كبير جدا من الناس هتعمل لي فولو والفولورز عندي هتزيد، انستجرام هيبتدي ان هو يتلخبط، هيقول لك ده في شويه من هنا عملوا لك فولو وفي شويه من هنا عملوا لك فولو، وهو عمال يقول ايه الناس الغريبه المختلفه اللي عماله تعمل لك فولو دي مش محطوطين تحت كلاستر واحد وتحت تايب واحد من الفئه المستهدفه. هو يبقى فاهم المحتوى بتاعك يطلع لمين، فانت المحتوى بتاعك irrelevant لكل الناس مش لشخص واحد بس. عايزين نفتكر مع بعض ان انا الهدف الوحيد ان انا بنزل عندي محتوى على الصفحه مش ان انا يكون عندي ريتش وانجيجمنت وابقى جامده جدا ومشهوره على الانترنت. الهدف ان انا بنزل محتوى هو ان انا ابيع، هو ده الهدف بتاعي. كنت لسه بتكلم مع كلاينت النهارده اكشلي، عماله تقول لي ساره بصي البوست دوت ما وصلش لعدد كبير جدا من الناس زي ما انا عايزه وانا دلوقتي اكتئبت. قلت لها هو انت بتفتحي كل بوست وتبصي على الريتش بتاعه وتقول لي وهي طبعا كانت مبسوطة عشان المحتوى كان ماشي كويس، وبعدها حصل دروب بسيط في ريتش، وده طبيعي كل الاكاونتس بيحصل فيها كده. اكتئبت، قاعدة مكتئبة مش عارفة ان هي تعمل اي حاجة وعندها احباط شديد.
قلت لها احنا مش بنبص على ده، احنا بنبص على السيلز. احنا مش قاعدين طول النهار مش ورانا حاجه، احنا بزنس اونرز، احنا مش فاضيين ان احنا طول النهار قاعدين بنبص على الريتش بتاعنا، احنا قاعدين بنبص على السيلز، انا ببيع بنسبه قد ايه كويس ولا لا. هو ده اللي انا عايزاكي تركزي عليه. انت جايه تبيعي، مش جايه ان انت تبقي مشهوره على الانترنت. ليه بقى انا بقولك مهم جدا ان انا المحتوى بتاعي يبقى طالع للفئه المستهدفه بتاعتي صح؟ وليه بقولك ان المحتوى بتاعي مهم جدا ان هو ابقى مركزه عليه مش ان انا اكبر؟ تعالي ناخد اكزامبل. لو انت متابعيني على اليوتيوب اتكلمت عليه قبل كده. لو انا ببيع فساتين عندي على البيج، وبعد كده عندي 100,000 فولور، وال100,000 فولور دول كلهم رجاله مش متجوزين ومش هيشتروا من عندي الفستان، مش مهتمين اصلا هم يشتروا فستان عندي، وعندي بنت واحده، مين اللي هيشتري؟ هي البنت ديت اوت اوف ال100,000 فولور. لو عندي اكاونت تاني فيه 100 فولور بس كلهم بنات، كلهم بيحبوا يشتروا الفساتين اللي انا ببيعها، مين اللي هيشتري؟ ال100 فولور اللي عندي. فعدد الفولورز مش مهم على قد كواليتي الفولورز اللي عندي. انتي دلوقتي بتتفرجي على الفيديو دوت ليه؟ عشان انتي بنت عندها بيزنس وعايزه ان انتي تكبري البيزنس بتاعك، فالفيديو دوت بالنسبه لك مهتمه بيه، بيديكي المعلومات اللي انتي محتاجاها وبيساعدك في المشاكل اللي عندك في البيزنس بتاعك، عشان انتي الفئه المستهدفه بتاعتي. ده بالظبط اللي انا بتكلم عليه، ان انا مش لازم يكون اليوتيوب شانل بتاعتي مش بيجي لها فيوز كتيره خالص، بس بيجي لها عدد الناس اللي انا عايزاه بالناس في الفئة المستهدفة بتاعتي. فأنا بالنسبة لي لو 100 حد اتفرج على البوست بتاعي، انتي متخيلة يعني ايه 100 شخص يشوف الكونتنت بتاعتك؟ دي قاعة كبيرة جدا من المؤتمرات تكفي 100 شخص، ده عدد كبير جدا من الناس. احنا السوشيال ميديا غيرت لنا طريقة تفكيرنا بأعداد الناس، ان انا لما البوست بتاعي يوصل ل 6000 شخص، ده 6000 شخص، ده ناس كتيرة جدا مش شخص واحد. 6000 شخص دوت انتي لو حطاهم في أوضة مش هيكفوا، انتي محتاجة قاعة مؤتمرات كبيرة تكفي 6000 شخص ده. فعدد الناس اللي احنا بنتكلم عنه اللي انتي محتاجاه عشان اكشلي تبيعي مش كبير خالص، انتي محتاجه 100 شخص يشوف البوست وتبقي زي الفل. تعالي بقى نتكلم على الحلول. انا دلوقتي دخلت مسابقه والدنيا باظت عندي، اعمل ايه؟ اول حل مش هيعجب ناس كتيره جدا، وهو ان انا بشيل الناس اللي عملت لي فولو من المسابقه ديت مانولي. فانتي بتخشي اشيل الناس ديت لو هي اكاونت مش حقيقيه، لو انتي مش عارفه هي حقيقيه ولا لا شيليهم وخلاص. تاني حاجة بعملها ان انا بعمل كونتنت استراتيجي عشان الناس تعمل لي unfollow. هتقولي لي unfollow؟ هقولك unfollow. ليه بقى؟ انا دلوقتي عايزة الناس اللي مش interested في المحتوى بتاعي ومش هتشتري مني تمشي من عندي على الصفحة، عشان اقدر ان انا ابيع للناس اللي interested عندي. هو ده اللي انا عايزة اعمله. انا بعمل كونتنت استراتيجي تجذب الناس الصح، والناس الغلط اطردها وامشيها. فلما يحصل كده ايه اللي بيحصل؟ فلما يحصل كده الناس بتبتدي ان هي تجيلي على اساس ان هي فاهمة انا بقدم انهي محتوى، بتحب المحتوى اللي انا بعمله وبتشتري مني وتديني فلوس، فانا كبزنس بكبر. بس لما باجي اعمل محتوى علشان اخلي الناس اللي عندي في الكومبيتيشن ديت تمشي، انا بنظف الاكاونت، بفهم الخوارزميات بتاعت انستجرام انا بخاطب مين وليه، وانا عايزه مين يجي يتفرج على المحتوى بتاعي ويجي يشتري مني، فهو هيطلع المحتوى بتاعي للناس الصح. فابتدي ان انا ابيع بشكل كويس ويبقى البيزنس بتاعي ناجح. مش محتاجه ان انا اعتمد ان انا قاعده لازم ادفع اعلانات عشان اكبر البيزنس وقاعده بيحصل لي مشاكل كتير. فحالات نادره جدا 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 ساعات كمان بعمل اعلانات، ولكن بعد 5 شهور من الكونتنت استراتيجي، علشان ببقى بفهم الالجوريثم بتاعي مين هي الناس برضو اللي بتشتري مني، وبتكون اعلانات فقط للبيع مش للريتش والانجيجمنت. انا عمري ما بعمل اعلانات عشان اجيب ريتش وانجيجمنت، انا بعمل اعلانات بس عشان ابيع. التسويق معناه بيع، ان انا لو هدفع فلوس هنا لازم هيخش لي قصادها فلوس. فانا اي حاجه بدفع فيها فلوس في البيزنس بتاعي بالذات في التسويق لازم يبقى انفستمنت بالنسبه لي، انا بستثمر في المشروع بتاعي عشان يخش لي المبلغ اللي انا دفعته ده 5 أضعافه على الاقل. لازم تبقي فاهمه ان انت لو دخلتي مسابقه والدنيا نامت معاكي وماتت، الموضوع هياخد وقت عشان الصفحه بتاعتك تقوم، بس لازم ان انت تعملي استراتيجيه محتوى. مش هنقفل الصفحه، ناس كتيره جدا في التسويق بتحب ان هي تقفل الصفحه وتفتحها تاني، انا ما بحبش اعمل كده، بس بحب ان انا كاني بنشط الصفحه، والموضوع طبعا بياخد وقت بس بتقوم معاكي في الاخر. مش عايزاكي تحسي باحباط، عشان انا عارفه في ناس كتيره ساعات بتحس باحباط، اللي هو انا دخلت مسابقه، انا عملت حاجه غلط، انا ما كنتش اعرف، انا ازاي اعمل كده، انا مش عارف ايه. ما تحسيش باحباط. تقريبا
80% من الناس اللي اشتغلت معاهم في الاول كانوا دخلوا competitions account completely اتقتل وقومناه عادي وبقينا بنشتغل عادي خالص. فاحنا كلنا في البيزنس بنغلط، انا بغلط على طول، انت بتغلطي على طول، كلنا بنغلط على طول، وفي الاخر بنتعلم وبنكبر البيزنس بتاعنا. فما تحسيش باحباط، it's a very normal thing ان انت تبقي عماله تغلطي وعماله تتعلمي وعماله تتعلمي. عايزاكي تقولي لي تحت في الكومنتس انت دخلتي مسابقه ولا لا، وتعرفي حد دخل مسابقه او اتعرض عليكي ان انت تخشي مسابقه ولا لا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو دوت وتعملي له شير لاصحابك لو انت لقيتيه مفيد. ولو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايزه تتابعيني يعني، ممكن كمان تعملي سبسكرايب. هشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.